في احتمالية قد ايه ان انت تنجح في البيزنس ده او في الحياة عموما من عدمه. تاني، قدرتي على اني اعمل كونكشنز، على اني اعمل علاقات، على اني اعرف اتواصل مع الناس تتناسب تناسب طردي مع مستوى سعادتي ومستوى نجاحي في الحياة. عايزين نكتب الجملة دي يا جماعة، عايزين نكتب الجملة دي. قدرتي على اني اعمل كونكشنز او ابني علاقات صحية، علاقات داعمة تتناسب تناسب طردي مع احتمالية نجاحي وسعادتي في هذه الحياة. طيب، هو الموضوع روكت ساينس؟ يعني الموضوع محتاج نحضر له علم صواريخ عشان نعرف نعمله ازاي؟ ولا اي حاجة والله، الدنيا سهلة وبسيطة خالص خالص خالص. وانت موجود في اي مجتمع، ايا كان المجتمع ده، وابدا طبق الكلام ده من النهارده في حياتك. انت هتخلص اللايف النهارده وميبي ناس لسه عندها في اليوم بتاعها بلان تقابل ناس، تتكلم مع ناس، تشوف ناس، تشوف الاسره بتاعتها، الله اعلم. ممكن يومك هيخلص بانتهاء اللايف النهارده وبكره يبدا يوم جديد. ابدا طبق الكلام ده يا جماعه. ان انت لما تدخل على اي مجتمع، اي مجموعه بشر هتتكلم معاهم، هتتواصل معاهم، اول حاجه be yourself. خليك انت، خليك نفسك. ابسط حاجه واسرع حاجه في بناء العلاقات السليمه الداعمه مع البشر هو انك تكون نفسك. فانا لما اكون نفسي، اما اكون حقيقي، مش بتصنع، مش حاطط ماسك، مش عامل فيها عز الدين شقلباز. هتسمعوا حاجات غريبه مني، معلش بقى. لكن كل ما انت كنت نفسك، حقيقي نفسك، هتجتذب او هتجذب تجاهك الاشخاص اللي انت محتاجهم في المرحله دي من حياتك، واللي هيكونوا داعمين ليك. وهتبعد عنك الناس اللي مش شبهك، او الناس اللي هتكون مؤذيه ليك، او بس بمجرد ان انت كنت نفسك. فانت مش محتاج تبقى اي حد تاني غير نفسك.